أهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة هنعمل بلح الشام المقرمش، والمقادير في آخر الفيديو. أول حاجة عندنا اللبن والمية والزيت والسكر والملح، هنحطهم مع بعض ونقلبهم كويس، وبعد كده هنحطه على النار لغاية ما يغلي معانا. ولما يغلي هنحط معلقة صغيرة خل، وبعد كده هنحط الدقيق كله مرة واحدة ونقلبهم شوية على النار لمدة دقيقة واحدة بس بالكتير، ونشيل الكسرولة بتاعتنا من على النار ونسيبه يبرد شوية، وبعدين نبتدي نعجن العجينة نفسها بإيدينا. وده بيكون شكلها ما بتلزقش في الإيد نهائي، وبتكون طرية وهشة بالشكل ده. بعد كده عندنا بيضتين هنحطهم على العجينة، وعليهم رشة الفانيليا، سواء فانيليا سايلة أو فانيليا باودر، ونبتدي نعجنها بإيدينا. برضو في الآخر العجينة هتكون بالشكل ده، بتلزق في الإيد وبالشكل ده طرية جدا. وبعد كده هنحطها في كيس الحلواني. البلبلة تكون كبيرة، وهنبتدي ننزل واحدة واحدة في زيت مغلي ونقصها بالمقص بالشكل ده، سواء عايزينها طويلة أو صغيرة، كل واحد على حسب رغبته. وبعد كده هنصفيها من الزيت بعد ما لونها يحمر بالشكل ده، وبعد كده نحطها في شربات الحلويات، وطريقة عمله أسفل الفيديو. وبعد كده بنقدمها بالشكل ده. أتمنى حضراتكم تجربوها وإن شاء الله تعجبكم. بتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك على الفيديو واشتراك في القناة، وممكن تتابعونا على مواقع التواصل موجودة أمام حضراتكم. وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات جديدة على مطبخ السعادة.